رسميا المغرب يحصل على كأس إفريقيا لسنة 2026. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسميا تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس إفريقيا 2025 و 2026 بعد قبول استئناف الجامعة الملكية المغربية وتجريد منتخب السنغال من اللقب إثر انسحابه في النهائي وبموجب المادة 84 من لوائح الكان. اعتبرت السنغال خاسرة بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، وذلك بعد إحداث شهدت إثارة كبيرة انسحابا مؤقتا ورفضا لطلبات السنغال. تفاصيل التتويج بلقب كأس إفريقيا 2025. القرار الرسمي أعلن الكاف قبول الطعن المغربي يوم 17 مارس 2026. نتيجة المباراة هي الفوز للمغرب بنتيجة 3-0 إداريا، بعدما انتهت المباراة الأصلية بخسارة المغرب بفوز السنغال بهدف نظيف باب جاي بالأشواط الإضافية. سبب سحب اللقب: مخالفة منتخب السنغال للمواد 82 و 84 من لوائح الكاف، وتحديدا بسبب سلوك الفريق الجهاز الفني والانسحاب المؤقت إثر احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي والتي أضاعها إبراهيم دياز. موعد ومكان النهائي: قام النهائي بتاريخ 18 يناير 2026 على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. العقوبات والقرارات التابعة: إلغاء عقوبات ساحقة بحق اللاعب المغربي إسماعيل الصابري وتخفيفها إلى إيقاف مباراتين مع تعليق واحد. تخفيض الغرامة المالية على الاتحاد المغربي لكرة القدم: تغريم الاتحاد السنغالي مبالغة مالية كبيرة بسبب سلوك الجماهير والجهاز الفني. يمثل هذا اللقب العودة للمغرب لمنصة تتويج القارية منذ عام 1976.